السلام عليكم. من دي 1 وانا بقول لك كاس عالم الانديه دي بطوله المفاجات اللي كانت عندنا من المجموعات، زي فريق زي بنفيكا اتصدر على بايرن ميونخ المجموعه، وبوتافوجو لما كسب باريس سان جيرمان وقدر كمان انه يصعد على اتلتيكو مدريد اللي ودع البطوله. وفي دور ال 16 كان عندنا مفاجات زي مثلا فريق زي الهلال السعودي انه يطلع مانشستر سيتي، فريق زي فيلمونيزي اللي يطلع فريق انتر ميلان. وفي دور الثمانيه كان عندنا واحده برضه من المفاجات الكبرى زي فريق زي فيلمونيزي قدر يخرج الهلال اللي كان عامل بطوله كويسه. والناحيه الثانيه بايرن ميونخ كان عامل ماتش كويس جدا بس قدر انه يخسر من باريس سان جيرمان 2-0. وباريس سان جيرمان كان بيلعب بتسع لعيبه في اخر 20 دقيقه في المباراه. ولما وصلنا لدور الاربعه في البطوله كان عندنا المباراه الاقوى واللي قلنا فيها اللي هيكسب المباراه دي هو اللي هياخد البطوله. هي كانت مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وباريس سان جيرمان قدر ياخدها بالطول والعرض ويكسب ريال مدريد بنتيجه 3-0 مع الرأفه. ولما وصلنا النهائي كلنا قلنا باريس سان جيرمان هيحقق السباعيه التاريخيه، بس اللي حصل عكس كده. تشيلسي اللي نزل قضى على باريس سان جيرمان حرفيا في اول 20 دقيقه في المباراه عن طريق كول بالمر. وتشيلسي ما كسبش باريس سان جيرمان كنتيجه، ده كنتيجه اداء، كل حاجه تشيلسي تفوق فيها على باريس سان جيرمان. تشيلسي لازم نقف الوقفه. تشيلسي فريق المليار زي كابتن ابو تريكه ما بيقول عليه، قدر انه ياخد دوري المؤتمرات، رابع الدوري الانجليزي، ويحقق كاس العالم للانديه كواحده من اكبر المفاجات في نسختها الاولى بالنظام الجديد. تشيلسي اللي هيفضل شعار كاس العالم للانديه على التيشيرت بتاعه لمده 4 سنين لان هو بطل العالم. فلازم نسقف لتشيلسي ونقلزه ماريسكا على البطوله اللي عملها. هو طريقه في البطوله ما كانش صعب خالص. تشيلسي اللي كان معاه في المجموعه ترجي، لوس انجلوس، وفلامينجو، وكمان ما خدش اول مجموعه، ده خسر من فلامينجو وخد ثاني مجموعه. في دور ال 16 لما لاعب بنفيكا، وفي دور الثمانيه لاعب بالميراس، وفي قبل النهائي لاعب فيلمونيزي. هو الماتش الوحيد القوي اللي لعبه هو كان ماتش باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان كان جاي له منهك من الماتشات اللي لعبها، فقدر تشيلسي انه ياخده 3-0 مع الرأفه وياخد كاس عالم الانديه. ماتش تشيلسي وباريس سان جيرمان ده بيفكرني حرفيا بنهائي اليوروبا ليج 2024 ما بين اتلانتا وباير ليفركوزن، اللي كله كان قال لك باير ليفركوزن هينزل ياخد اتلانتا بالطول والعرض. باير ليفركوزن ساعتها اللي كان ما خسرش ولا ماتش في الموسم وكان واخد الدوري الالماني بالطول والعرض، بس ان اول ما نزل الماتش قدر اتلانتا اللي هو يحط عليه بالطول وبالعرض برده وياخد منه البطوله مع الرأفه 3-0. فده نفس السيناريو اللي اتكرر مع باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان كان داخل هياخد البطوله كده كده مفيش اي حاجه. باريس سان جيرمان كان داخل مفير، مطلع ريال مدريد، مطلع بايرن ميونخ، اتلتيكو مدريد، دوت اقوى مستوياته، نونو مينديش، وكمان خط دفاعه. اللي حصل عكس كده وقدر تشيلسي ياخد البطوله. ده كان ملخص للي حصل في البطوله والبطل البطوله. ونخش بقى بسرعه على ايه التشكيله الاسوأ والتشكيله الاحسن، ونشوف مين احسن تشكيله واوسخ تشكيله واحسن لاعب في البطوله واحسن لاعب شاب. فسيبكم عليه ونخش بقى على لم الشمل كله لكاس العالم للانديه. التشكيله الاوسخ، التشكيله الاحلى، احسن لاعب شاب، احسن حارس مرمى. فيلا نخش بسرعه على التشكيله الاوسخ عشان ايه نحل بالتشكيله الحلوه. وتعالى بسرعه نبدا بمركز حراسه المرمى. بصراحه وانا بدور في مركز حراسه المرمى كان قدامي اختيارين، الاول هو كوبل حارس مرمى بروسيا دورتموند، والثاني هو ريو باتريسيو حارس مرمى العين الاماراتي اللي هو جاي عشان البطوله دي فشال 8 تجوان ولا 6 تجوان. بس بعد تفكير كتير ما لقيتش احسن من الحارس الفوتوغرافر محمد الشناوي يبقى الحارس الاساسي للتشكيله الاسوأ معانا. محمد الشناوي اللي عمل اول ماتش كويس في البطوله، بس ثاني وثالث ماتش هو اللي خسر الاهلي. في ماتش بورتو 4 تجوان داخلين عليه واقف بيتفرج، وفي ماتش برنراس نفس النظام. فكابتن محمد الشناوي بجداره واستحقاق يستحق معانا مركز الحارس الاسوأ في البطوله. ونخش بقى على الاثنين قلوب قلب الدفاع بقى. وانا عايز اقول لك ان انا بعد ما دورت لقيت في اكتر من 8 قلوب دفاع في البطوله يستاهلوا هم يخشوا البطوله دي، بس بعد ما فلترتهم كلهم طلعت 2 بس. والاول معانا هو شبيه احمد العوضي راؤول اسينسيو اللي في اول ماتش في البطوله مع تشابي الونسو قرر هو يطلعه ما بين الشوطين، وفي الماتش الثاني ضربه جزاء ساذجه ملهاش اي 30 لازمه ويلبس ريال مدريد التعادل. وفي الماتش الثالث قرر انه ياخد طرد ويتوقف ماتشين، ولما رجع من الماتشين قرر انه يعمل فضيحه في ماتش باريس سان جيرمان. عمل فضيحه في الجون الاول وكان زي الزفت طول الماتش، فيستحق بجداره ان هو يكون معانا المدافع الاسوأ الاول في التشكيله دي. اما الثاني اللاعب اللي جنبه فهو كابتن الاهلي السابق كابتن رامي ربيعه. بص لو مش عاجبك ادائي ما تتفرجش على الفريق لحد ما بطل كوره. كابتن رامي ربيعه اللي راح العين الاماراتي عشان ايه يقفل شويه الفجوه اللي عندهم في الدفاع ففتحها على البحري. في ماتش يوفنتوس المعلم اتسبب بجونين ومسبب في ضربه جزاء. في ماتش مانشستر سيتي ضربه جزاء ومسبب في جونين. فكابتن رامي ربيعه طول ما انت بتلعب في العين يا كابتن انا مش هتفرج على كوره. فكابتن رامي ربيعه واخد ختم الجوده ان هو يبقى موجود معانا في التشكيله الاسوأ بلا منازع. ونخش بقى على مركز الباك الشمال. بصراحه ما كانش فيه باكات شمال وحشه كتير، بس الاسوأ واحد لقيته فيهم هو رامي بن سمعيني باك شمال بتاع بروسيا دورتموند.
انا ما اتفرجتش على بروسيا دورتموند على ماتشات، بس على حسب التقييمات فرامي بن سامعيني هو واخد اسوأ تقييم ب6 كتوتال الماتشات كلها لعبها. فرامي بن سامعيني المدافع الجزائري اللي انا اعرفه اللي هو مدافع كويس جدا، بس في البطوله دي ما كانش احسن حاجه، فهياخد بجداره واستحقاق معانا في مركز الباك الشمال. اما بالنسبه لمركز باك اليمين فبصراحه ما لقيتش اسوأ من الكابتن الصغنن محمد هاني يكون موجود بجداره واستحقاق في المركز ده. اوفرات مش موجود، سرعه مش موجود، تغطيه عكسيه مش موجود، تاكلات مش موجود. امال بتعمل ايه في الملعب؟ انا الصغنن، انا صاحب محمد صلاح. فكابتن محمد هاني بكل جداره واستحقاق ختم الجوده موجود معانا في التشكيله دي، ويبقى قفلنا خط الدفاع. عندنا محمد الشناوي، راؤول اسينسيو، رامي ربيعه، رامي بن سبعيني، وكمان محمد هاني. نخش بقى على نص الملعب ونبدا بصفقه مانشستر سيتي الجديده، هي تيجاني ريندرز اللي جاي من اي سي ميلان، واحد من احسن لعيبه النص الملعب موجوده في الدوري الايطالي وفي العالم كله. ريندرز نص الملعب الهولندي اللي جايب اكتر من 40 مليون، بس هو جه في مانشستر سيتي لعب مركز 6 مش مكانه، ما قدمش احسن اداء، فيبقى موجود معانا كاول نص ملعب معانا في التشكيله. ونخش على اللي جنبه على طول، بصراحه ما لقيتش اسوأ من اورليه تشاوميني اللي هو عمود نور في نص ملعب ريال مدريد، ولا هو بيدافع ولا هو بيهاجم، حتى لما بيرجع يلعب مساك ما بيعرفش يلعب. فتشاوميني اكتر 100 مليون خازوق ريال مدريد لبسوها هيبقى موجود معانا بجداره واستحقاق في مركز نص الملعب الثاني. اما النص الملعب الثالث معانا، انا بعد ما دورت وشفت ما لقيتش اسوأ من لوكاتيلي لاعب وسط يوفنتوس الايطالي. في كل ماتش التقييم بتاعه ما بيزيدش عن 5.9. فلوكاتيلي ما عملش بطوله حلوه، يوفنتوس كان عامل بطوله حلوه لحد ماتش ريال مدريد، بس لوكاتيلي بالاخص ما كانش عامل بطوله حلوه، فيبقى موجود معانا في التشكيله دي عشان يكمل ثلاثيه نص الملعب اللي فيها ريندرز، تشاوميني، وكمان لوكاتيلي. ونخش بقى على الثلاثي اللي قدام، ونبدا بمركز الهاف اليمين. بصراحه لما قعدت ادور عشان اشوف مين اسوأ وينج يمين بعد حسين الشحات، لقيتش الا واحد بس، وهو مالكوم الوينج اليمين بتاع الهلال السعودي. مالكوم اللي جاب جون في مانشستر سيتي، بس مالكوم كاوفرول في البطوله كلها ما كانش عامل بطوله حلوه، ما كانش لاقي تاثير مع الهلال. المفروض يبقى ليك تاثير وليك بصمه، بس ده ما حصلش خالص. مالكوم اللي ظهر بس في لقطه الجون قدام مانشستر سيتي، بيخسر الكوره كتير، ميس باص كتير، ما بيعرفش يعدي واحد على واحد كتير. فمالكوم يستحق معانا مركز الوينج اليمين. ونخش على مركز الوينج الشمال، وده اللي هيبقى عندنا فيه مفاجاه. وبصراحه ما لقيتش اسوأ من فيني جونيور يكون موجود معانا في الوينج الشمال. فينيسيوس اللي تحسه هو جاي البطوله دي من غير مزاج وغصب عنه. فينيسيوس المفروض هو يبقى في راحه، قاعد في الديسكو، قاعد على البحر، قاعد مع دي وقاعد مع دي، لا فجاه نفسه مع مدرب جديد في بطوله كبيره، فمالوش مزاج انه يلعب. فزي ما انت شايف ظهر لنا النسخه دي من فينيسيوس جونيور اللي تخلي تشابي الونسو يغيره في كل الماتشات بتاعه ريال مدريد. ففينيسيوس جونيور كان واحد من اسوأ اللعيبه في ريال مدريد في البطوله دي، ويستحق مركز الهاف الشمال معانا في البطوله دي. اما بالنسبه للفيرود سترايكر معانا، ما لقيتش اسوأ من ماركوس تورام. 5 ماتشات 0 مساهمات، اسوأ تقييم في انتر ميلان في خط الهجوم كله. ماركوس تورام اللي هو كان عامل كده في ماتش برشلونه كان مفاير، في دوري ابطال اوروبا مفاير، في الدوري الايطالي مفاير، بس لما انتر ميلان يحتاجوه في البطوله ما جاش، ولا اسيست ولا جون ولا شوطه عدله ولا اي حاجه. فماركوس تورام بيختم معانا التشكيله كاسوأ راس حربه موجود في البطوله. وتعالى بسرعه كده نبص على التشكيله مع بعض. هنلاقي عندنا محمد شناوي في حراسه المرمى، راؤول اسينسيو جنب رامي ربيعه، على الشمال رامي بن سبعيني، على اليمين محمد هاني، تيجاني ريندرز، لوكاتيلي، تشاوميني، مالكوم، فينيسيوس، ورأس الحربة هو ماركوس تورام. بالنسبه للقائمه الشرفيه فاحنا عندنا فيها، اما بالنسبه للليسته الشرفيه اللي هم كانوا هيخشوا معانا في قائمه الاوسخ بس نجوا منها على فروقات بسيطه، عندنا روي باتريسيو، وعندنا كمان روديجر قلب دفاع ريال مدريد، عندنا زولي، وعندنا جوناثان تاه مدافع بايرن ميونخ الجديد، وكمان عندنا يشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي، وخط دفاع العين الاماراتي كله، وكمان محمد مجدي قفشه وحسين الشحات. دول كانت القائمه الشرفيه لاوسخ لعيبه في البطوله. ومن هنا بقى نخش نحلي بالتشكيله الاحلى والاجمل اللي هيبقى فيها اثاره جدل وهتخانقوا معايا. ونبدا بمركز حراسه المرمى، واكيد كنا متفقين ان ياسين بونو احسن حارس في البطوله. ياسين بونو اللي شال ضربه جزاء في اول ماتش قدام ريال مدريد وخلى الهلال يكمل في البطوله، ياسين بونو اللي شال قدام مانشستر سيتي الصعب والسهل، ياسين بونو اللي في ماتش في المونيزي شال انفراد. ياسين بونو يستحق يبقى موجود معانا كاحسن حارس مرمى في البطوله وفي افريقيا كلها، بس ما يتقارنش بالحضري خالص. الحضري في حته وبونو في حته، محدش قرب من الحضري. ونخش على الاثنين قلوب الدفاع. زي ما احنا قلنا خدنا اسينسيو من ريال مدريد كاوسخ قلب دفاع، وكان عندنا البديل بتاعه روديجر، فهناخد في الاحسن النقطه المضيئه في قلب دفاع ريال مدريد هو دين هويسن.
هوايسون اللاعب اللي عنده 20 سنه، بس انت شفت لما كان بيلعب مع ريال مدريد فرق الكواليتي بينه وبين اي مساك بيلعب جنبه. هوايسون اللي في البيلد اب بيعرف يطلع بالكره من تحت كويس جدا، اللونج باص بتاعه عالمي، الشورت باص بتاعه عالمي، حتى لو الدنيا مقفله بياخد الكره ويطلع يجري بيها هو لوحده يلم واحد على واحد. بس هو عمل غلطه بصراحه ما تتغفرش ليه خالص في ماتش بروسيا دورتموند، غلطه مالهاش اي 30 لازمه، ساذجه زي ما بيقولوا، لما في الدقيقه 98 ادى ضربه جزاء لبروسيا دورتموند مالهاش اي 30 لازمه ولا فرقت في نتيجه المباراه، بس فرقت ان هو اتطرد وما لعبش ماتش باريس سان جيرمان وشفنا اسينسيو لعب مكانه وايه اللي حصل. بس هوايسون يستحق بجداره واستحقاق يبقى معانا في قلب الدفاع. ونخش على قلب الدفاع الثاني معانا وهيكون لاعب من الهلال السعودي. انا فكرت كتير ما بين كولوبالي وما بين تمباكتي، بس بصراحه ما لقيتش احسن من حسان تمباكتي يكون موجود معانا في التشكيله دي. حسان تمباكتي انا خدته بس عشان هو لاعب سعودي وبيعمل الاداء العالمي ده، شفناه بيقطع الكوره كويس، بيعرف يطلع بالكوره من تحت، حتى انزاجي اول ما جه ثبته على طول على علي البليهي، فحسان تمباكتي يستحق يبقى معانا في التشكيله دي. ونسيت اقول لك احنا مسموح بس بحد اقصى ناخد 3 لعيبه من كل فريق. ونخش على مركز الباك الشمال، وبصراحه مفيش احسن باك شمال في العالم دلوقتي من نونو مندش. كدفاعيا مفيش وينج بيعرف يعدي عليه، كهجوميا مفيش باك شمال بيعمل اللي هو بيعمله، بيعمل اللي ادوار الاثنين بكل امتياز وبكل ثقه. فنونو مندش واحد من احسن باكات في العالم واكيد نستحق انه يكون معانا في التشكيله دي. ونخش على الباك اليمين معانا وهو برضو لاعب من ريال مدريد وهي الصفقه الجديده تريند الكسندر ارنولد. تريند الكسندر ارنولد لا نختلف على امكانياته، باك يمين زي ما الكتاب بيقول، بيعرف يهاجم، اللونج باص بتاعه عالمي، الشورت باص الشوط بتاعه كل حاجه عنده عالميه الا التغطيه الدفاعيه. تشابي الونسو عمل له خطه اللي هو يقدر يداري على قد ما يقدر من عيوبه. شفنا تريند الكسندر ارنولد بيتالق مع ريال مدريد عامل 3 اسيست ومقدم اداء عالمي، بس برضه ينقصه لسه الحته الدفاعيه اللي اتوقع تشابي الونسو هيطورها فيه قدام لما نخش في الموسم وفتره الاعداد. فكده احنا خلصنا خط الدفاع، عندنا ياسين بونو، تمباكتي، جنبه هوايسون، باك يمين ارنولد، باك شمال نونو مندش. نخش على الثلاثه في نص الملعب، وبصراحه ما ينفعش بنتكلم عن نص الملعب وما نحطش فيتينيا يبقى واحد من الركائز الاساسيه معانا في نص الملعب. اداء عالمي وثابت من اول الموسم، في الدوري الفرنسي شغال، دوري ابطال اوروبا شغال، اوروبا مع البرتغال شغال، كاس عالم انديه شغال. فيتينيا هي رمانه الميزان اللي موجوده في باريس سان جيرمان، اللي من غيرها باريس سان جيرمان يقع. ففيتينيا بكل جداره واستحقاق موجود معانا في التشكيله دي كاول نص ملعب. ونخش على ثاني واحد نص ملعب معانا وهو من فريق تشيلسي وهو موسيس كايسيدو. كايسيدو الدبابه البشريه اللي موجوده في نص ملعب تشيلسي، اللي مفيش بني ادم بيعرف يعدي منها، قوه جسمانيه رهيبه، كل الالتحامات بياخدها، بيعرف يخرج بالكره كويس جدا جدا من تحت الضغط، بيعرف يلعب باصات كويسه اذا كان اللونج باص او الشورت باص، بيعرف يشوط. فكايسيدو الصفقه اللي كان عليها جدل اول ما جت تشيلسي بيثبت نفسه دلوقتي كواحد من احسن نص ملعب 6 اللي موجوده في العالم ويستحق يبقى موجود معانا في التشكيله دي. اما ثالث نص ملعب معانا بصراحه هو كانت المفاجاه بتاعه النادي الاهلي في البطوله، هو محمد علي بن رمضان اللاعب التونسي المنتقل الحديثا للنادي الاهلي. محمد علي بن رمضان اللي من اول ماتش قدام باتشوكا شفنا الكواليتي بتاعته الرهيب وعرفنا ليه الاهلي كان بقاله سنتين بيجري وراه، وكل ده بان اكتر بقى في انفجار محمد علي بن رمضان في ماتش بورتو. نص ملعب عالمي، بيستلم تحت ضغط عالمي، بيلعب الباص بتاعه عالمي، اللمه بتاعته ولا اروع، الشوط بتاعه ولا اروع. فمحمد علي بن رمضان واحد من مكاسب للنادي الاهلي وواحد من احسن نص ملعب اللي في البطوله. هو ودع بدري من البطوله بس لازم احطه معانا في التشكيله بدون منازع. ونخش بقى على اخر 3 مراكز معانا وهم اللي فيهم جدل واسع، وهنبدا بمركز الوينج اليمين. وبصراحه في مركز الوينج اليمين ما لقيتش احسن من يكون موجود معانا في التشكيله دي. كرة على شماله تعرف اللي هي جون بنسبه 100%، يا هيجيب جون يا هيعمل اسيست، وهو واحد من اللعيبه اللي جايب 4 اجوان لحد دلوقتي وهو من هدافين البطوله دي. واحد من احسن اللعيبه في مركز الجناح اليمين في العالم. ونخش بقى على مركز الجناح الشمال، وبصراحه انا كان عندي 2 محتار بينهم، الاول هو كفاراتسخيليا والثاني هو ديزري دوي. المستوى اللي دوي بيقدمه يخليني احطه مستريح في مركز الوينج الشمال، واحد من احسن اللعيبه والمواهب الشابه يستحق كل جداره ويستحق مركز الوينج الشمال. وفي مركز الاسترايكر يبقى هو المفاجاه اللي تشابي الونسو مفاجئنا بينا كلها، هي جونزالو جارسيا.
جونزالو جارسيا اللي تشابي الونسو جه طلعه رماه في البطوله، جاب له 4 تجوان منهم جوان مؤثره كتيره جدا. بس جونزالو جارسيا واحد من المواهب اللي جايه بقوه ويستحق معانا يبقى هو راس الحربه للتشكيله دي. وبكده يبقى احنا خلصنا تشكيلتنا الاحلى وهنراجعها مع بعض بسرعه. راس المرمى يبقى معانا ياسين بونو، 2 في قلوب الدفاع، هوايسن جنبه تنبكتي، على الباك اليمين ارنولد، باك شمال نونو مينديز، 3 في نص الملعب هم فيتينيا كايسيدو، قدامهم محمد علي بن رمضان، على الوينج اليمين موجود، على الوينج الشمال دوي، قدامهم جونزالو جارسيا. اما بالنسبه للقائمه الشرفيه فاحنا عندنا فيها دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، عندنا فيها ويليام باتشو مدافع باريس سان جيرمان، عندنا فيها كولوبالي مدافع الهلال السعودي، عندنا كالسيلو، عندنا روبن نيفيس، عندنا شواو نيفيس، عندنا جواو بيدرو، وكمان عندنا كول بالمر. دول كلهم شويه لعيبه كانوا عاملين بطوله حلوه، بس التشكيله الاساسيه دي اللي انا اخترتها اللي انا شفته بعيني وباعلى تقييمات. اما بالنسبه لاحسن لاعب في البطوله بصراحه انا هديها بكل استحقاق لاعب باريس سان جيرمان. اما عن احسن موهبه شابه في البطوله هديها لاستيفاو لاعب بالميراس اللاعب المنتقل حديثا لتشيلسي، عنده 18 سنه وعنده موهبه، لو لاعب اساسي في تشيلسي هنشوف لاعب هيكسر الدنيا السنين اللي جايه. اما بالنسبه لاحسن حارس فاكيد ياسين بونو هياخدها. وبكده احنا خلصنا حلقتنا وخلصنا الموسم كله. اشوفكم بقى مع تحضيرات الموسم الجديد عشان نتوقع مع بعض كل ابطال الدوريات ونتكلم عن الكره المصريه بشكل مختلف. فلو عجبتك الحلقه لايك شير سبسكرايب شرف القناه، شكرا جدا. اول باول السلام عليكم.